بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم، ودعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل، آمين يا رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. وأيضا ما تنسوش دعواتكم لأهلنا في السودان الشقيق، ربنا يجمعهم على كلمة الحق، أمين يا رب العالمين. ومنتظر تعليقاتكم على كل الموضوعات اللي بنتكلم فيها. تعالوا نبدأ من عند التحكيم المصري. التحكيم المصري، الناس كتير بتتهم النادي الأهلي إنه بيتم مجاملته تحكيميا، لكن مع أول فرصة لظهور الحكام بعد يعني اعتزالهم، كله بيتكلم على إن النادي الأهلي هو اللي بيتم ظلمه تحكيميا يعني. وكان في الحكم محمد الصباحي على قناة اون سبورت اتكلم عن أسوأ مباراة أدارها تحكيميا. قال لك مباراة ما بين النادي الأهلي وبتروجيت في موسم 2014 و2015، وقال لك كان فيه ركلة جزاء لنادي بتروجيت ما حسبتهاش. وايه بقى للنادي الاهلي؟ ركلتين جزاء للنادي الاهلي ما حسبتهمش. ما كنتش شايف الماتش ده خلص 1-1. يعني لو حسب ضربة جزاء لبتروجيت وضربتين جزاء للنادي الاهلي مع 1-1، النتيجة تبقى 3-2 فوز النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي خسر نقطتين باعتراف الحكم محمد الصباحي. إذا تم ظلم النادي الأهلي في هذه المباراة. والصباحي نفسه، بعض الزملكاويه بيقول لك إن هو أهلاوي ومش أهلاوي وكلام كثير من هذا القبيل يعني. وبرضه خلال سياق الحلقة هنتكلم عن الحكم محمود البنا، لكن كمان في سياق التحكيم مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالأمس اللي انتهت بالتعادل 1-1، ونادي الزمالك طلع بيان اتكلم فيه عن المشاكل التحكيمية، وقال لك انه تم ظلم نادي الزمالك تحكيميا، واتكلموا وطلعوا بيان، وقال لك الزمالك تقدم بشكوى. وزي ما حضراتكم هتشوفوا على الشاشة البيان اللي صدر من نادي الزمالك يخص هذه الواقعة، وبيطالب بتطبيق تقنية الفار. أتمنى أنهم بالفعل يطبقوا تقنية الفار في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأتمنى كل الأندية يعني تكون يد واحدة في هذا الطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. الفار الفار الفار. زي ما بقول حضراتكم، نادي الزمالك البيان اللي صدر قال لك الزمالك يتقدم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي ضد حكم مباراة كايزر تشيفز. وقال لك قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل ويكواندا بعد الأخطاء التحكيمية اللي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويؤكد نادي الزمالك في شكواه أن الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة أثرت على النتيجة النهائية للقاء، والفريق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء لصالح اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بخلاف إلغاء هدف صحيح للتونسي سيف الدين الجزيري دون سبب مفهوم لكل من تابع المباراة، بجانب إفراط الحكم في إشهار البطاقات الصفراء للاعبي الزمالك على مدار المباراة. ويطالب الزمالك في شكواه للاتحاد الأفريقي بضرورة التدخل واختيار الحكام المناسبين للتقليل من ظاهرة الأخطاء التحكيمية التي تؤثر على نتائج الكثير من المباريات في البطولة. كما يطالب النادي بشكل عاجل من كاف بأهمية تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد في المباريات المقبلة بداية من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لأن غياب تقنية الفيديو في المباريات تراه إدارة نادي الزمالك يؤثر على نزاهة المسابقة، وآن الأوان
اتخاذ القرارات التي من شأنها إصلاح منظومة التحكيم على مستوى البطولات الإفريقية ومنها كأس الكونفدرالية. لحد هنا مفيش مشكلة بالنسبة لي يعني. لكن لقيت في تعليق من بعض الزملكاوية على هذا البيان اللي صدر من نادي الزمالك. التعليق بيقول لك ايه؟ الظلم الافارقه، واقسم بالله حكم بقى فاجر، حكم مباراه الزمالك كايزر تشيفز، الحكم ده المفروض يعني يتم محاكمته هو والحكم بتاع مباراه النادي الاهلي امبارح امام الجيش الملكي. انا لحد هنا متصور انه يعني في ضربة جزاء للنادي الاهلي او ضربة جزاء على النادي الاهلي بتاعت اليو ديانج، الحكم حسب على اليو ديانج دي ظلم، وكل حكام قال لك انها لا تحتسب لان اللاعب ايده في وضعها الطبيعي يعني. فاتفاجئت بيقول لك ايه؟ لازم حكم مباراة الزمالك ويتحاسب ويتحاكم انه حكم فاجر، هو حكم مباراة الاهلي والجيش الملكي لانه جامل النادي الاهلي. جامل النادي الاهلي مجاملة واضحة وفضيحة. يا جدعان انتوا في ايه؟ انتوا طب انت يا عم، طب انت مالك ومال النادي الاهلي؟ اتكلم عن الحكم بتاع مباراة الزمالك. لكن كمان لا حول ولا قوة الا بالله. الحكم محمود البنا تحدث عن ركلة الجزاء اللي اتحسبت بالامس على او اول امس على النادي الاهلي، وقال لك ان ركلة الجزاء اللي اتحسبت لنادي الجيش الملكي غير صحيحة. ليه؟ الحكم محمود البنا كان موجود مع ابراهيم فايق في الحلقة. قال لك ركلة الجزاء اللي اتحسبت للجيش الملكي غير صحيحة، وان ايد اليو ديانج في وضعها الطبيعي. وكمان الحكم السابق محمود البنا، الحكم قال لك ان قرار عدم احتساب مباراة سيراميكا اللي بيقول لك ان هو طلع من القائمة الدولية لانه جامل النادي الاهلي ومنهم صحفيين وزملكاوية وغيره يعني. قال لك ايه؟ قرار عدم احتساب ركلتي جزاء لسيراميكا ضد النادي الاهلي في السوبر المصري كان قرار صحيح 100%. والبعض ردد اكاذيب. ما هو خلاص اعتزل، ما عندوش غضاضه، حتى لو اخطا يقول لك انا اخطات، لكن هو بيقول قرار صحيح 100%. والبعض ردد اكاذيب ان تم استبعادي من القائمه الدوليه علشان الماتش ده وانا معايا. والراجل بيقول انا معايا رساله من اوسكار رويز رئيس لجنه الحكام وهو بيشيد بطاقم تحكيم الماتش. وحاجه مهمه احنا كنا بنتكلم فيها الفتره الماضيه، حاجه مهمه جدا يعني، الفقرة التحكيمية. الفقرة التحكيمية بتبين لك انت كمشاهد، بتبين لك انت كمشاهد رغم ان في بعض الاخطاء من المحللين في الفقرات التحكيمية، لكن على الاقل انت بتفهم وبتعرف ايه اللي يتحسب وايه اللي ما يتحسبش. على الاقل انت بتبقى عارف فرقتك فازت بنسبة كام فوز، يعني زي ما بعض الزمالكاويه بيسموه حلال او فوز على حق، مش مجاملات، مش ظلم ولا الكلام ده كله، بتعرف. وقلنا ان الغاء الفقره التحكيميه جاي بناء على طلب كان من اداره نادي الزمالك ومسؤولين في نادي الزمالك، لانه شايفين ده بيقول لك ده بتسبب الفتنه والتعصب. هو عليك انت لوحدك الفتنه والتعصب؟ وبعدين لما تغيب الفقره التحكيميه تقول لك احنا اتظلمنا والتحكيم المصري بيظلمنا. طب ما تسيب الفقره التحكيميه وان الحكام وخبراء التحكيم يتكلموا. مهم الحكم البنا قال لك ايه؟ قرار الغاء فقره التحكيم كارثه. كارثه. ليه بقى؟ لان واقعه زي الواقعه بتاعت مباراه النادي الاهلي وسيراميكا وعدم احتساب ضربتي جزاء دي، قال لك واقعه زي دي تدرس، المفروض تطلع والحكام يقول لك دي تحسب ما اتحسبتش عشان 1 2 3. الناس هتفهم، وفي نفس الوقت الحكام ممكن تتعلم من هذا الامر يعني. البنا بيقول لك جمهور الزمالك واداره نادي الزمالك شايفاني بجامل الاهلي. قال لك السنه دي اعلى نسبه بيانات طلعت من الانديه، وهي هل هي على حق ولا لا؟ انا اكتر واحد حكمت للزمالك قولا واحدا، اكتر واحد حكمت للزمالك. واحد بيقول لك انا ليا صوره، ناس بتنتقدني ليا صوره بتيشيرت النادي الاهلي. طيب ما انا كمان ليا صوره بتيشيرت نادي الزمالك، وهم بيلبسونا يعني ان انا بجامل. طب ما هو الصوره دي كانها تهمه بتاعت نادي. طب ما انا لبست تيشيرت نادي الزمالك وليا صوره بتيشيرت نادي الزمالك. قال لك الحكام كلهم لبسوهم اهلي وزمالك. قال لك الصوره اللي طلعت ان بتيشيرت الاهلي فوتوشوب، والجمهور نفسه عارف انه فيك، انها فيك. هذه لو ليا صوره كده فليا صوره كده يعني فيك. المهم يعني قال لك اتكلم عن اوسكار رويز. قال لك عارف ازاي بيعين اوسكار رويز الحكام للمباريات؟ بيكلم ابراهيم فايق يعني. قال لك كنا متصورين قبل بدايه الموسم صور
ومتعلم على كل حكم لون، والالوان دي بتبقى لون للماتشات الصعبه، ولون للماتشات المتوسطه، ولون للحكام العاديه. يعني صور الحكام، انت تاخد لون، انت مبارياتك صعبه، وانت وجهه نظره. هو غاضب من اوسكار رويز بسبب انه طلعه من القائمه الدوليه بسبب عامل السن. قال لك اوسكار رويز بيطور، بيسال يعني، قال هل هو بيطور؟ قال لك ده كلام بيتقال، خبراته الاداريه زيرو، ده بيختار الحكام للماتشات بصورهم ومش بادائهم. وقال لك بيريرا اللي هو البرتغالي اللي كان قبله رئيس لجنه الحكام كان عنده نظام احسن، كلاتنبرج اعلى منهم فنيا وما خدش وقته. هو ده اللي انا دايما زعلان عليه. هذا الحكم الفتره بتاعته الست شهور اللي اداها مارك كلاتنبرج، وجمهور الزمالك وفاكرين قناه الزمالك لما طلعت شوهت الراجل وقالت اصله مصاحب صاحبه وعامل مش عارف ايه وزوجته اتطلقت منه علشان مش حوارات. قال لك التحكيم المصري الموسم الحالي لا يستحق اكثر من 5/10. ابو ريده كان بيشكر في التحكيم اليومين اللي فاتوا يا جماعه الخير، لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبة لكأس مصر كهرباء، الإسماعيلية بيصعد لدور 16 على حساب نادي الاتحاد السكندري بعد فوز كهرباء الإسماعيلية على الاتحاد بنتيجة 1-0. تامر مصطفى بقى المدير الفني، لسه الاتحاد السكندري بقى هيشوف مصيره ايه، هيكمل مش هيكمل. المحامي الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي رمضان صبحي في قضية التزوير في برنامجه في مداخلة ليه مع لميس الحديدي اتكلم عن مبادرة النادي الأهلي والبيان اللي طلع مساندة رمضان صبحي والدفاع والقانونيين في النادي الأهلي وفريق قانوني ينضم إلى المحامين بتوع رمضان صبحي. اتكلم قال لك التنسيق مع الأهلي، تنسيق مع الأهلي ممكن يكون في قضية المنشطات، بس قضية التزوير محجوزة خلاص للحكم، يعني مفيش أي داعي، خلاص هي القصة للحكم. يعني بالنسبة ل بطولة كأس العرب، بطولة كأس العرب المنتخب الثاني قال لك مباريات هذه البطولة أو البطولة دي معتمدة من الفيفا، وبالتالي إن مباريات هذه البطولة تعتبر رسمية. ومش بس كده، ده خلال هذه المباريات هيتم احتساب نقاط للمنتخب المصري في التصنيف العالمي الشهري المتولي. يعني لو خسرنا هيأثر على التصنيف العالمي بتاعنا على مصر، يعني تصنيف منتخب مصر بقى. كمان اتكلموا عن ان الجوائز المالية لهذه البطولة، قال لك زيادة الجوائز المالية لهذه البطولة لتصل ل 36.5 مليون دولار. يعني موندو ديبورتيفو الإسبانية، صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اتكلمت عن مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي، والصورة بتاعت سكينة المعجون اللي وليد صلاح الدين رفعها وبتاع. الصحيفة شبهت هذا المشهد، قال لك مشهد أشبه بفيلم سينمائي، حيث تم الهجوم على تريزيجيه لاعب النادي الأهلي بسكين من مشجعي الجيش الملكي، ولاعبي هذا الفريق لاعبي الجيش الملكي يعني حاولوا التغطية على هذه الفعلة. صورت خلاص يعني، والنادي الأهلي بيبعت شكوته. وزي ما قلت حضراتكم القصة بنسبة كبيرة هي الجيش الملكي يلعب مباريتين بدون جمهور إلى جانب غرامة مالية. مش بس كده، يعني كان عندهم عقوبة سابقة، مباراة مع إيقاف التنفيذ مع العقوبة الجديدة، هيبقوا 3 مباريات، المباريتين هينفذوا العقوبة بتاعة المباراة الثانية، يلعبوا 3 مباريات بدون جمهور. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان مع الكابتن أحمد شوبير، واتكلم عن أزمة نادي الزمالك وأرض نادي الزمالك. قال لك إن أرض نادي الزمالك تم استخدامها لأغراض أخرى لغير اللي تم الترخيص من أجلها، زي ما الله استثمار وحاجات وكلام من ده. قال لك الأرض تم استخدامها لأغراض أخرى، والأمر الآن في النيابة العامة. قال لك الزمالك كان طلب قرض أقل من 200 مليون جنيه وتم بشكل قانوني. قال لك المجلس اجتهد لإنجاز أعمال على الأرض، وكل الاحتمالات واردة لكنها تسير في إطارها الطبيعي. وقال انه بيتواصل بشكل مباشر مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وقال لك انه بيطمن جماهير نادي الزمالك. قال لك الزمالك كان بيجهز بعض الملاعب، ولكن جه التوقيت مع الشكوى فالدنيا وقفت. وقال لك احنا مش هنسيب الموضوع، لكن يجب ان لا تختصر
الأندية على فرع جديد، أعمال الأندية على فرع، يعني ما تجيش كل شوية أنا الدنيا واقفة وحالي واقف وما فيش فلوس والكلام ده. ليه يا عم؟ أصل فيه فرع جديد. في نفس الوقت لما كنت بتكلم حضرتك الإخوة في نادي الزمالك عن الشعبية، وعن انت مش بحجم شعبية النادي الاهلي ولا اسم النادي الاهلي ولا تاريخ بطولات النادي الاهلي، فانت عايز ليه الرعاة اللي هم ملهمش علاقة بالدولة، يعني راعي شركة خاصة، حلو، انت ليه عايزهم يجولك؟ ما يجوش للنادي الاهلي، يروحوا للزمالك اللي هو اقل في الجماهيرية، اقل في البطولات، اقل في كل شيء، وده جهة بتشوف مصلحتها فين وايه اللي هيكسبني وايه اللي هيخسرني. حلو. تخيل بقى اللي هم كانوا رافضين هذا المنطق، هم بيتعاملوا بالمنطق ده مع مؤسسات الدولة، رغم ان انا وجه التشبيه هنا مختلف. الدولة ما بتدينيش، بتقوليش خد علشان انت اكثر شعبية، لا، الدولة بتتعامل كل الأندية زي بعض. أنت زمالك عايز أرض، خد أرض وابني أرض بمواصفات 1 2 3 في مدة زمنية واحدة. الأهلي كذلك، أي نادي، الإسماعيلي. فسامي الشيشيني طالع بيقول لك إيه بسبب أزمة أرض نادي الزمالك؟ قال لك إيه؟ الإسماعيلي بيعملوا له نادي اجتماعي علشان يساعدوهم. هم مين اللي بيعملوهم؟ الدولة هنعتبر. بيعملوا له نادي اجتماعي علشان يساعدوهم. الإسماعيلي عنده لعبة أو لعبتين والزمالك عنده 25 لعبة. مع احترامي لشعبية الإسماعيلي هي قد ايه والزمالك قد ايه، الاسماعيلي بيشجعوا مدينه بتشجع الاسماعيلي بس، وكمان فيها هذه المدينه بيشجعوا الزمالك. يعني لو قلت لهم ندي الاسماعيلي هيقولوا لا الزمالك، او لو رحت الاسماعيلاويه قلت لهم ادوا الاسماعيلي فلوس واعملوا لهم نادي اجتماعي، هيقول لك لا الزمالك اولى. وكانه لسان حاله بيقول الدوله بلغت الاسماعيلي مين وبتاع، الزمالك اهم، انتم مهتمين بالاسماعيلي والزمالك هو اكبر شعبيه وبتاع. وده دولة المفروض زي ما بتهتم بالاهلي تهتم بالزمالك، تهتم بالاسماعيلي، كله مساواة، كلهم تحت مظلة واحدة اللي هي وزارة الشباب والرياضة، والدولة بتساعد الجميع واقفة على مسافة واحدة. شوف، معترضين هم على موضوع المسافة واحدة، فما بالك بقى معترضين على ان الاسماعيلي يتعامل زي الزمالك من جهة الدولة. اما بالنسبة للنادي الاهلي اللي ملوش علاقة بالدولة، هم كمان الزمالك معترضين، رغم ان انا اكثر بطولات واكثر شعبية وكل ان الرعاة اللي ما لهمش علاقه بالدوله بيدعموني، جايين لي عشان يشوفوا مصلحتهم. انت متصور الفكره، انت متصور المنطق بتاعهم ورؤيتهم، انا ثم انا وخلاص، بلا اسماعيلي بلا اهلي بلا بتاع، انا ابدا انا يا حبيبي كلكم زي بعض. هي القصه قصه فشل واخطاء، انا بديك وديت الاسماعيلي، انت مثلا وديت الاهلي. يعني هنسمع دلوقتي الوزير برضو من ضمن الحاجات اللي قالها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وانا يعني تؤخذ عليه من وجهه نظري، انه دائما وابدا لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك لازم تحشر النادي الاهلي. هنا قال جمله خطيره، وهو حس ان هو قال لك انا ما برميش لحاجه. يعني لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي والزمالك بياخد كل رقم، الاهلي بياخد قروض وانا سهلت كذا كذا قرض للنادي الاهلي ومش عارف ايه، واحنا لن نقبل ومخالفات لازم دخل الاهلي. هنا بيقول له الاهلي بنى فرع شوبير، الاهلي بنى فرع واثنين وثلاثه، الزمالك خد الارض. هل النادي الاهلي بنى لان ما عندوش اي مشاكل؟ ولا الوزير قال لك ايه؟ لا عشان ما فيش، الوزير قال لك عشان ما حدش اشتكى في الاهلي، قاعد في استقرار وما حدش اشتكى في النادي الاهلي. وكأن النادي الاهلي لو حد اشتكى حال الدنيا هيقف في النادي الاهلي، وكأن النادي عنده مخالفات، بس الحجه عند الوزير او المشاكل عند النادي الاهلي والحجه عند الوزير ما حدش اشتكى، فما حدش يعرف. لكن الزمالك زي الاهلي في الازمات وفي المشاكل وفي الحوارات، بس الفرق ان الزمالك هنا اشتكى. ده منطق يا معلم، نسمع كده. ايه؟ لانه بدات الناس يقول لك الله، طب ما الاهلي بنى في التجمع والاهلي بنى في الشيخ زايد وبنى من زمان مستقر في مدينه الاهلي اداره مستقره. الاهلي اداره مستقره. الاهلي لم يخالف التصريح او المواصفات اللي حصل بيها على الترخيص، لانه في البعض يقول لك الزمالك خد بالك بقى من رد الوزير. شوبير بيقول له يعني الاهلي لم يخالف وشغله مظبوط، في البعض بيقول لك الزمالك خالف شروط الترخيص. نسمع كده تاني شوبير، شوف رد الوزير بعد شوبير. ترخيص، لانه في البعض يقول لك الزمالك خالف، ومجلس اداره الزمالك بيقول لك يا جماعه انا اهو انا ورقي سليم بنسبه 100%. البعض بيقول لك اذا كان ما حدش اشتكى في الاهلي. شوف الرد، اول رد للوزير، مش يقول الاهلي نادي مؤسسي ماشي بنظام وكل خطوه بيخطوها عارف رايح فين، وكل امور النادي الاهلي تمام ومفيش مشاكل ومفيش ازمات في النادي الاهلي، وبنوا فرع واثنين وثلاثه فبقى عندهم خبره، فكل مشكله بتقابلهم بيخلصوها بشكل. لا،
اول رد للوزير عشان تعرف ان هو مش حيادي، ما هو ما حدش اشتكى في النادي الاهلي. يعني كأن المشكله عند نادي الزمالك ان حد اشتكى في نادي الزمالك، مش المشكله في اصل ان في ازمه، وهو زي ما قال ان نادي الزمالك خصص الارض الاغراض غير اللي اتخصصت ليها. اول رد الوزير هذا الرد يقول لك ان الوزير، وبعدين يقول انا ما حدش فهمني غلط. لا، ما انت قلت خلاص يعني ردك وصل. انا اهو انا ورقي سليم بنسبه 100%. الواحد بيقول لك اذا كان ما هو ما كده، حدش اشتكى في الاهلي، ما حدش اشتكى في الاهلي. محدش راح قال انا اودي النيابه العامه او كذا، مش برمي على حاجه. نعم. بس هو بتكلم حاسس على اهو مش برمي على حاجه، وكأن لسان حاله من النادي الاهلي عنده مخالفات بس ما حدش يعرف عن حاجه وما حدش راح، مش برمي على حاجه. شوف ده بتتكلم، ده وزير، ده هل انا مثلا ده رد واسلوب وزير واقف على مسافه واحده من كل الانديه، لكن ما انا مش برمي على حاجه. لا، انت قصدك ترمي على حاجه ان في مشاكل بس ما حدش اشتكى وما حدش وداهم للنيابه، ولو وداهم للنيابه هو اول مره الاهلي يروح للنيابه؟ ما الاهلي راح للنيابه قبل كده في قصه الفلوس وتبرعات تركي آل الشيخ، والنيابه ادتهم قال لهم انتم 100 فل و10 شهاده ان كل الفلوس اللي راحت في اوجه الصرف بتاعتها المظبوطه، وبعد كده الاهلي دفع الفلوس بتاعت تركي آل الشيخ لصندوق تحيا مصر او كذا، مش برمي على حاجه. نعم. بس بتكلم على استقرار، وبتكلم كمان وزاره الاسكان بتتابع، يعني ده مش شغل حد معين، ده نعم. شغل ما انا مش عايز اكتر من كده من رد الوزير المبجل المحترم على هذا الامر. يعني المشكله بالنسبه للوزير ان لا حول ولا قوه الا بالله ان ما حدش اشتكى. يعني الاهلي مش ماشيين مظبوط، بس ممكن عندهم مشاكل ومستخبيه ومتداريه، بس ما حدش اشتكى. نادي الترجي التونسي، التحكيم الافريقي كارثه. النادي الاهلي زي ما قلت حضراتكم هيقدم شكوى او قدم شكوى ضد الحكم الليبي الشلماني حكم مباراه الجيش بسبب القرارات التحكيميه اللي اثرت على اللقاء، وكمان الشكوى بتاعته اللي فيها بسبب الاحداث اللي صاحبت مصحوبه بفيديوهات. يعني في مشاكل في التحكيم. النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده طرد جراديشار في الادوار التمهيديه، ومباراه الزمالك الزمالك تقدم بشكوى ايضا. كمان مباراه الجيش الملكي ونادي اليانج افريكانز هناك، والجون اللي اتلغى للجيش الملكي، ومباراه النادي الاهلي الطرد او ضربه الجزاء اتحسبت على اليو ديانج. كمان نادي الترجي التونسي طلع بيان رسمي شديد اللهجه ضد التحكيم الافريقي وبيطالب الكاف بتوضيحات رسميه. كل الانديه بتشتكي، طب انت ليه ما تطبقش ما تعملش تقنيه الفار؟ يعني في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شكرا على حسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.